يا صباح الصباح واللي جاي احسن من اللي راح مع يوم جديد مع صباح. وانا رايحه السوبر ماركت اجيب شويه جبن. تعالوا معايا، خدكم معايا بقى وحط لايك وشير عشان نشوف صباح هتجيب ايه. وده في قسم الجبن. قسم الجبن ومهم جدا قسم الجبن يا جماعه، ميزانيه لوحدها. تعالوا اقول لكم نشوف هنجيب ايه. استنى نقول. وطبعا الجبن ده زي ما قلت لكم ميزانية لوحدها فعلا يا جماعة. بقت الحالة صعبة جدا جدا جدا. شوية جبن شوية جبن شوية جبن مع شوية فاكهة مع شوية حاجات هوريها لكم يعملوا مصروف شهر. أنا خرفت في الميزانية. جبت جبنة رودس، كل طبعا أكيد بيحب الجبنة الرودس. وكنت جايبة جبنة اللي هي جبنة تلاجة عادية فيتا نص. وجبت علبتين رودس، هوريكم دلوقتي كل اللي أنا اخترته. وعلبة جبنة مثلثات اهو. ده جبت عبورلاند. تصدقوا انا غيرت رأيي فعلا. لما شفتها دلوقتي كنت هجيب رودز. قالوا لي لا، عايزين نجرب عبورلاند. كنت هجيب سمنة من اللي هي الصفرة، الزبدة الصفرة لقيتها ب 350. جبت اللي هي الفرن ديت عاملة 85 جنيه. جبت قطعتين، وجبت قطعة حلاوة، وجبت الجبنة زي ما قلت لكم اهيت اللي هي القطعة الدومتي او تقريبا فيتا دي. مش فاكرة والله، انا بسجل لكم الفيديو بعديها، بس انا اتصدمت ساعتها من الفاتورة والاسعار يا جماعة. عايزة اقول لكم ان انا كنت عايزة اجيب بتاع ده هو نسكافيه، لقيته غالي جدا زي ما انتوا شايفين كده، ومقللين في نفس الكمية. ولا كمان الصلصة ب 33 جنيه، دي كنت بجيبها ب 15 جنيه وب 12 وب 10 والله يا جماعة لحد قريب. الأسعار راحت في داهية، مش عارفة أقول لكم إيه. أنا رحت صرفت على شوية حاجات تافهة، عشان كده أنا نزلت الفيديو ده اهو. والله العظيم يعني مش عايزه اقول لكم الزيت والاسعار هناك، حاجات كتير جدا جدا انا كنت عايزه اصور لكم كله. الاسعار لا لا، وانت رايحه تشتري جبن بس خدي المرتب كله معاكي الجبن بس. انا جبت علبتين صلصه، وزي ما انتم شايفين اهوت الجبنه والحلاوه والسمنه الفرن. وجبت علبتين اتنين عليهم عرض بتاع ده وتونه ب 20 جنيه الواحده ونص، ب 20 ونص. شوية حاجات ملهمش 30 لازمة، كنا بنجيبهم الأول ب100 جنيه. حقيقة رحنا فين مش عارفة. هنا في عروض اهو زي ما انا بوريكم، في حاجات على عروض ب24 وب25 وب28 وب30 كمان. وهنا كان معايا الاولاد بقى وعمالين يستغربوا ومتنحين. كنت عايزه اجيب ترمس، انتوا عارفين ان الترمس حلو جدا للتسالي في البيت. ويعني بنجيب شويه ترمس مع شويه حمص وبيبقى حلوين. بتحطيه في التلاجة عشان الحر طبعا، وتطلعي منه بقى عصور عليه ليمون وكمون احيانا، لان اللب طبعا بقى غالي. قلت بقى اوفر، بدل اللب ما اجيب لب كل يوم خلينا ايه نجيب ترمس كده حلو. الترمس يا جماعه زي ما انتم شايفين. جبت نص كيلو، جبت كيلو باين او كيلو، وجبت نص ربع حمص. الحمص غالي جدا، فعشان كده انا جبت منه ربع بس. ده الترمس كيلو. وقلت له هات لي من الحمص الشام ربع كيلو. شوية حاجات. انا واقفة هنا بقى، هو كان بيوزن وانا كنت بشاور له بقول له انا عايزة من الحمص ده. وكمان الحمصية مش كبيرة قوي، انا جبت ربع يا جماعة، ربع زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل ايه؟ بنمشي حالنا. هنعمل ايه؟ حد هيقول لي دلوقتي يطلع معايا يقول لي يعني ما انت ضروري تاكلي يا صباح ترمس ولا تاكلي لب ولا نفسنا يا جماعة من نفسنا. هنعمل ايه يعني؟ هنعمل ايه؟ تسالي بقى اهو. يعني هنعمل ايه؟ فطبعا بقى ايه السوبر ماركت عشان اروحه وانا ماشيه كده، يعني قلت بس اجيب شويه الجبن وارجع اجيب الكتب بتاعه الاولاد. داخلين على موسم بقى المدارس، فما تنسوش الكتب بقى دي هعمل لكم بقى لها حلقه لوحدها. طبعا بقى إيه بنتي بتقول لي ما تجيبي لنا بتاع ده هو اسمه ايه الاصفر ده العدس. قلت لها لا 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 مشيت هيجي. فطبعا بقى هنا جينا بقى الكاشير هوريكم شويه الحاجات. كيلو ترمس، نص ربع حمص، علبتين صلصه، علبتين فرن، واحدة حلاوة طحينية، 2 فرن اهو، واحدة حلاوة طحينية، 2 عبور لاند. دي بتشيليها عندك، قلت خليها طلع افتح واحدة والتانية تبقى موجودة يعني. واحدة مثلثات و2 تونة. وطبق نص كيلو الحلاوة اللي هي الدومتي تقريبا او فيتا حاجة مش فاكرة يعني، بس ساعتها. والقالب الحلاوة تخيلوا يا جماعة يعملوا كام؟ يعملوا كام؟
دول كنا بنجيبهم في كيسة كده، نبعت 150 جنيه 100 جنيه يجيبوا لنا دول. والله والله يا جماعة هوريكم الفاتورة دلوقتي، حاجة كده مش عايزة اقول لكم صدمة. يعني السوبر ماركت بقت تخاف تروح له. شوف انا بديله دلوقتي 400 وحاجة، لان هي الفاتورة عاملة 400. هتشوفوا دلوقتي، خليكم معايا خليكم معايا عشان تشوفوا الفاتورة. خليكم معايا، ما تروحيش تجيبي جبن كتير، صدقيني هتكسري المرتب كله في السوبر ماركت. انا بضحك من اللي انا بشوفه بصراحه. ربنا يكون في عون الناس حقيقه يا رب. اداني كام؟ 50 جنيه، يبقى انا اديته 500 بقى تقريبا 450. هوريكم دلوقتي الفاتوره. الفاتوره يا جماعه، استنوا استنوا اصبروا على 400 وحاجه، عشان كده اديته 500 جنيه اهو. 400 حاجه وعشرين، او حاجه 51، 451. تخيلوا 450 جنيه. ورحنا خدنا بعضنا وحطيت الحاجه في العربيه زي ما انتم شفتوا، ورحنا عشان نجيب الكتب. والكتب دي هعمل لكم بقى ايه، حلقه لوحدها، عشان اقول لكم قد ايه اللي عنده بقى دروس وعنده اولاد داخلين وبيجيب بقى الكتب غليت قد ايه. الكتب الخاصه اللي بره غليت جدا جدا جدا. الكتاب بيبقى مكتوب عليه سعره. ومش عايزه اقول لكم بعد ما شفت الكتب وخدتها قلت بس مش هقول لكم على سعرها، خليها لوحدها. طلعت على الفكهاني بقى، ايه صباح بالمره بقى نجيب شويه فاكهه بقى. ماشي، دخلت اهوت يعني، والعيال جابوا شيبسيات ومش عارف ايه. هو ال 500 جنيه، 500 جنيه. والفاكهه دي بسم الله ما شاء الله. الخوخ ده يا جماعه مستورد اقراص كده. جبت لكل واحد فينا خوخ. انا كنت بجيب بالقفص بسم الله ما شاء الله. ده غالي جدا، الكيلو ب 85 جنيه. جبت لكل واحد واحده. والبرقوق ب35. والموز برضو تقريبا ب20 أو 25. وجبت كمثرى. ومش جايبة كميات، مش جايبة كميات الفاكهة دي مع الكتب، مع اللي أنا جايباه. أنا كان معايا 2500 يا جماعة. أنا صدمت إن أنا وعنب صحيح، أنا جايبة عنب صدمت بجد ان انا اعدي اروح اجيب شويه جبن واجيب الكتب بتاع الاولاد واعدي اجيب شويه فاكهه بالمره عشان اخلص على بقيه الفلوس. انا في كارثه، صرفت مرتب الشهر في خروجه واحده. خروجه واحده صرفت مرتب الشهر على شويه حاجات مش يعني مش هيكفوني بقيه الشهر، او هينفعوني بقيه الشهر. والعنب اللي كنا بنجيب بالقفص، شايفين متعلمين الادب صح اهو. العنب بقى ايه، كام عنقود يعني، كل واحد يبقى ايه عنقود عنب كده. ويعني مش عايزه اقول لكم انا بجد من ساعتها وانا في صدمه. صورت لكم الفيديو ده. واوعي تروحي للسوبر اوعي تروحي للسوبر ماركت. ولو انت رايحه تجيبي الكتب، يعني هقول لك الكتب بقى دي خليها لوحدها عشان ما تبقاش صدمه كبيره قوي. ولو وصلت معايا لحد هنا لايك وشير. وكانت الخروجه البسيطه للسوبر ماركت مع صباح. وجبت شويه قته صحيح، قته خضره، لان الخضار كله في السوق عشان الشمس ده رايح في داهيه. فالقته لقيتها خضره كده، حاجه تبلح كده مع الاكل. انا بحب دايما الخضروات. حط لي لايك وشير لحد هنا. ويعني صوتي يا اللي ما انتش غرمانه على السوبر ماركت